طيب انت دلوقتي طالب في تانية ثانوي او تالتة ثانوي، هتتخرج قريب وعندك حلم انك تدرس في امريكا. ففي مهارات لازم تتعلمها، مهارات انا كان نفسي حد يطلع ويصور الفيديو اللي انا بصوره دلوقتي ويقول لك ايه اللي انت محتاج تتعلمه. فيلا نبدأ. اول حاجة عايزك تتعلمها، عايزك تتعلم طبخ. الطبخ ده اهم حاجة لازم تتعلمها. انا مش مقدرش اقول لك كم مرة كنت هموت من الجوع عشان ما بعرفش اطبخ. بس انت ممكن تقول انت زي ما شفت في الفيديو اللي فات، فيديو يوم في حياتي، مش الفيديو فات، فيديو من الفيديوهات، يوم في حياتي، ان في كافيتيريا دي بتفتح من الساعة 7 للساعة 10. تقدر تدخل تاخد الوجبات اللي انت محتاجها، تقدر تاكل يجي 20 مرة في اليوم براحتك. فانت مش محتاج تتعلم تطبخ، صح؟ صح غلط. الكافيتيريا بتقفل في الاجازات، نفس الفول بريك، السبرينج بريك، كريسماس، ثانكس جيفن. وفي الاجازات دي يعني الله لا يوريك، حرفيا السكن بيتحول لافريقيا. مفيش اكل. لو محدش بيعرف يطبخ مش هتعيش، هتموت ببساطة. انا للاسف ما اتعلمتش طبخ قبل ما اجي هنا. ويعني مش ما اتعلمتش قوي. كنت بعرف اعمل بيض مسلوق، كنت بعرف اعمل مكرونه، بس مش ده اللي انا بحكي لك عليه لما اقول لك انا عايزك تتعلم طبخ. انا عايزك تبقى سانجي في نفسك، عايزك تدخل مطبخ تلاقي مكونات ملهاش دعوه ببعض كده وتعرف تعمل بيها وجبه، عشان ده فعلا اللي هيساعدك هنا. زي ما انا قلت، انا جيت انا ما بعرفش اطبخ، بس انا ما متش. انا حصلت لي كل الفول بريك والكريسماس والثانكس جيفن، انا ما متش. طب انا عملت كده ازاي؟ انا هقول لك. شوف، كان قبل ما الكافيتيريا، قبل الاجازات، اليوم اللي قبل ما الكافيتيريا بتقفل، بدخل بكيسين ايه رايك في العضلات بالمناسبة؟ بدخل بكيسين واروح عند مكان الكورن فليكس اكل مجفف فمش هيخرب. فبروح اعبي لي الكيسين دول كورن فليكس حوالي 4 كيلو، وبعدين اجيب جالون ده بيبقى 2 لتر، بجيب 2 واملي حليب واطلع. الكل بيبص لي في الكافيتيريا اللي هو فلاح، بس قشطه يعني. انا مش هموت من الجوع يعني. انا من ام الدنيا، انا اقدر اعمل اللي انا عايزه. دي مش حتى مش من اسوأ الف حاجه انا عملتها يعني. قبل كل اجازه كنت اعمل كده، واقعد عايش على الكورن فليكس لغايه ما واروح اجيب لي مثلا شجره موز. بيبقى في عندنا فواكه، بروح رايح جايب لي شجره موز كامله. المهم يعني في السكن في ايام الاجازات ده بيبقى حاجه مرعبه. حرفيا ما تقدرش، ما فيش ديليفري للسكن نفسه. باب السكن تحت مقفول. فهم بيدوك بيبقى في مكان بيتحط فيه الاكل، كل الدليفري بيحطه. الناس بتقعد تسرق من بعضها، والناس بتقول لك تدخل السكن تسلم عليك ويقوموا واخدين الموز بتاعك بتبقى افريقيا حرفيا. فيعني لو عايز توفر عليك كل العناء ده، اتعلم ازاي تطبخ، وتتعلم ازاي برضو تشتري الاكل. تطلع تروح السوبر ماركت تشتري الاكل اللي انت هتعرف تطبخه. دي تبقى حاجة كويسة. وبالمناسبة برضو في رمضان الكافيتيريا بتقفل الساعة 8 في الاجازات، في الويكند اللي هو يوم الاحد، يوم السبت ويوم الاحد ويوم الجمعة. بتقفل الساعة 8. تعرف المغرب بيأذن امتى؟ 47. وبعدين بيقعد يتأخر لغاية ما في آخر الشهر بيبقى في 8 ونص. فالكافيتيريا بتقفل قبل ما يبقى فيه فطار. بالمناسبة مبارك عليكم الشهر، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ايه الحل ان انت تتعلم تطبخ. انا كنت محظوظ ان انا كان عندي زميلاتي بيطبخوا لي، عشان كانوا بيخافوا ان انا اخش المطبخ، عشان انت زي ما انت شفت في الفيديو اللي انا عملته مصيبة، عملت السمعة. فاقول لهم هروح اطبخ، يقولوا لا 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 خليك، احنا هنطبخ لك. انت عايز تطبخ ايه واحنا هنطبخه لك. وبس يعني. ده انا ازاي عشت، وانا مش عايزك تعيش المعاناة اللي انا عشتها. فبس اتعلم طبخ عشاني. اتنين، ودي حاجة ما اعتقدش حد هيقولك عليها غير لو واحد عاش هنا وفعلا عاش المعاناة دي. اتعلم ازاي تحلق لنفسك. ده انت هتحس انها حاجة سخيفة، صح. بس الموضوع ان الحلاقة هنا ب $40. تعرف يعني ايه $40؟ $40 دول 2000 جنيه مصري. بكام يا ده خراب بيوت يعني. ربنا يسامح المكسيكي. تعرف انا عرفت ازاي؟ انا رحت اول مره احلق. طيب جيت هنا قعدت شهر ما بحلقش، وبعدين قلت يلا اروح احلق. قالوا لي في واحد هنا بيحلق، مش عارف، في محل حلاقه 20 دقيقه. مشيت له مش عارف ايه، لقيت الحلاقه بنت. فقشطه، شغل عالي، كوعي في امان، انت فاهم؟ قشطه جمدان. فالبنت حلقت لي وخلصت. بعدين بتحاسبني على التليفون كده بالشياكه جدا. انا ما اعرفش
تحط حاجه في التليفون كده وتقدر تعمل سوايب للكريدت كارد في التليفون بتاعها. فلقيتها حاطالي على الكريدت على التليفون $40. قلت اكيد ده المهر بتاعنا يعني، اكيد مش الحلاقه يعني. بعدين انت قلت $40، يلا مش مشكله هدفعه. بعدين دوست $40، قال لي التابس. ففي حاجة هنا تابس الإكرامية. بص انت لو ما بتديش إكرامية 20% فانت ما شفتش 5 دقايق تربية. دي بس قانون. انا في اول ما جيت هنا كنت بروح المطاعم وما بديش إكرامية والناس كلها بتبص لي بقرف كده. وبعدين صاحبي قالوا لي ها انت ما بتديش إكرامية، انت ما شفتش 5 دقايق تربية انت. لقيت إكرامية ومش مديك ان انت ما تديش إكرامية على التليفون بتاعها، اقل حاجة 20%. فعملت 20%. فطلعت من الحلاقة كده اللي هي خففت لي الجناب شوية $45. فاللي هو قلت قشطة عليكم انا مش هحلق هنا كان. فرحت في رحلة شعر مرعبة جدا. شوف انا بدأت كان شعري مفرود كنت بفرده بمكوى وعند لمعي ربنا يبارك له. كنت بفرده بمكوى وكنت يعني ماشي كان بحط لك صورة. وبعدين اكتشفت ان الموضوع مش هيبقى منطقي. لو انا كنت بحلق كل اسبوعين، الحلاقه اللي ب60 جنيه دي الجميله او الحلاقه اللي ب1.50 يعني. فقشطه يعني كنت بحلق كل اسبوعين. بس دلوقتي ما اقدرش شعري بمجرد ما تستحمى، مجرد ما تتوضى تستحمى خلاص الشعر المفروض بيروح. فمش منطقي. وهنا الناس فعلا شعرها يعني شعراء النسل الابيض الامريكان شعرهم مفروض فعلا. انا افريقي فشعري مش مفروض بيتفرد بمكوى. فبيبقى شكلي مش شعري مفروض بجد مقارنة بيهم. فبعد ما حلقت عند الست دي قررت ان انا مفردوش. وبعدين قلت استنيت اسبوعين. كان شعري في حالة غريبة كده عبيط مع نفسه. بعدين قلت ايه، انا عندي خطة في منتهى الذكاء. انا هوفر على نفسي $40 كل اسبوعين لمدة 3 شهور. احسبها كده اجيب $240 $280. شوف انا 240. المهم انا احلق زيرو. وحلقت زيرو ويعني شكلي كان مضحك لمدة 4 شهور. وبعدين شعري طلع شوية وبدأت اتعلم ازاي احلق الجناب. وبقى شعري شكله عادي يعني. وبعدين رحت مصر ورجعت للحلاقة اللي ب60 جنيه اللي ربنا ما يحرمنا منها. وبعدين جيت هنا تاني اخويا محمد مهدي اشترى لي مكنة حلاقة كاملة بالتدريجات يعني اقدر احلق لنفسي. فبدأت اتعلم. ودلوقتي بعدين بدأت سبت شعري اللي فوق طويل وبدأت احلق الجناب. بس ما احلقهاش كده، احلق كله. فشكلي بقى عبيط برضه. قبل ما اتعلم حته ان انا ما اسيبش ان انا اسيب الاطراف دي كنت اضفر شعري. سامعك وشايفك لو ما شفتش 5 دقايق تربيه. شوف قبل ما تقول اي حاجه يعني حاسب بالغلط كده. الرسول كان بيضفر شعره يعني حاسب تكفر بالغلط يعني. بس الفكره مش كده. الفكره ان انا كنت زي ما قلت بشيل كل ده فكان بيبقى عندي مربع كده فوق فشكلي كان بيبقى عبيط. فبنت واحده صاحبتي قالت لي ايه رايك ما اضفر لك شعرك افريقي يتضفر. قلت لها ماشي. ضفرته مره شغل عالي. اول حاجة التضفير بيبينك غني قوي. التضفير الساعة منه بتبدأ $50 وبتطلع $200. في ناس بتضفر الساعة $200 فبيبينك غني قوي. ثانيا انا شعري واللي هو قصير اصلا كان بيتضفر في ساعتين. فيعني تخيل اكني بحلق كل اسبوع $200. بس ايوه اقول لك بقى على المشاكل ان هو محتاج له اعتناء ولازم تنام بحاجة معينة. وانا مثلا لما بفكر بعمل كده فده ما اقدرش اعمله شعري متضفر. وغير كده بياخد منك ساعتين كل اسبوع عشان يتضفر زي ما قلت. وانا عندي 3 تخصصات فما اقدرش ما عنديش ساعتين اضيعهم في الاسبوع. وغير كده تبعت الصور لاصحابك في مصر ويقولوا لقد كفر. آه، يقولوا بس هي بتبدأ كده وبعدين يقلب راشد من زد شو زد. فانا في غنى عن الحوارات دي فبس بطلت اضفر شعري. بدأت مؤخرا احلق لغاية فوق الودان بشوية ادرجها لغاية فوق الودان شوية وبعدين اسيب كل الباقي وبس.
شعر بيقولوا عليه كيرلي، ما بحبش مصطلح الكيرلي ده، بحس انه كيرلي. بس المهم يعني البنات هنا بيحبوه فقشطة معايا يعني. فبس يعني دي رحلتي مع الشعر. فانا عايز اوفر عليك التعب ده، ما تحلقش زيرو وما تتبهدلش. حلوه الحلاقه اللي ب 60 جنيه، بس اشتري لك مكنه واقعد اتدرب وانت في ثانوي. انت شكلك مقرف كده كده في الثانوي، انت متبهدل مش نايم، شعرك طويل طالع لك لحيه. انا برضو بيطلع لي لحيه بس انا مهم. سبحان الذي زين وجوه الرجال باللحلة بسيطة. فبس يعني بطل تروح عند حلاق بجد واقعد احلق لنفسك. اسوأ حاجة تحصل شكلك هيبقى وحش زي ما انت ما عدتش مهتم بشكله في ثانوي. بس حاول تتعلم المهارة دي، تحلق لنفسك. في فيديوهات كتير على اليوتيوب ازاي تدي لنفسك تدريج. دي هتوفر عليك $40 كل شهر. فدي ومهارة هتقعد معاك طول حياتك، فانت مش هتحتاج تروح لحلاق تاني. فدي تبقى حاجة ممتازة، وانا حاسس انها من احسن الحاجات اللي اتعلمتها. الحاجة التالتة اللي لازم تتعلمها، وانت يعني اكيد انت شايفها جاية، لازم تتعلم انجليزي. بس الفكرة حلو حوارات ان انت تتعلم الدراسة ومش عارف ايه، صح. هتديك مصطلحات لغوية، هتديك كلمات، هتديك vocabulary، فهتبقى قشطة يعني تعرف تسولف. بس التعليم الأكاديمي ده بيني وبينك ما اشتغلش معايا. أنا طول عمري بجيب درجة كويسة في الإنجليزي. أنا عمري ما كنتش بذاكر اختبارات الإنجليزي وبجيب 100، ومعظم الناس كده يعني. فمش مشكلة. بس الفكرة أنا عايزك تتعلم انجليزي ازاي. عايزك تتفرج على فيديوهات يوتيوب اجنبيه، وبرضه تتفرج على الجزء الاخير من فيديوهاتي، لاني دايما بحاول احط فيديو في النهايه، فيديو وانا واصحابي بنتكلم انجليزي ومش عارف ايه، عشان تعرف الكلام بيبقى بينا ازاي فعلا، وازاي الناس بنتفاعل وكده، والمصطلحات. فانا بقول لك الانجليزي الاكاديمي ده كويس تقدر تتعلمه مش عارف ايه وبتاع. بس الاهم هو الانجليزي السلانج ده هو اللغة اللي بنتكلم فيها عادي زي العامية. يعني انت لو واحد راح لك في مصر قال لك كيف حالك، هتقول له ايه يا اسطى اللي انت بتقوله ده؟ هو ده اللي انا بتكلم معاه بالظبط. لو انت رحت اتكلمت انجليزي اكاديمي مع الناس، مش محدش هيقولوا ماله ده. فاتعلم انجليزي سلانج. ازاي تتعلمه بقى؟ اتفرج على افلام. وموضوع ان انت تتفرج على افلام ده يعني فايدته اكتر من بس ان انت تتعلم انجليزي. اول حاجه هتبدا تتعلم ناس لغتها الاصليه الانجليزي، فهتقدر تتعود تفهمهم، وتوصلك مصطلحات الناس بتتكلم ازاي فعلا، بعيدا عن الانجليزي الفصحى الانجليزي الاكاديمي. بس برضو انا بقول لك اتعلم الانجليزي الاكاديمي ده عشان انت هتحتاج تتعلم ازاي تكتب ايميلات. ودي نقطة زيادة، نقطة فرعية. تتعلم ازاي تكتب ايميلات. الحياة هنا شغالة بالايميلات. لو انا ممكن اعلمك ازاي تكتب ايميلات فعلا. والله ممكن اعمل فيديو. انا في موضوع الايميلات ده كنت فاشل تماما، وكنت دايما ببان في الايميلات، والناس قالت لي ان انا بأمرهم، وكان بيبقى شكلي وحش، وبتحصل لي مشاكل كتير. فانا عايزك تتعلم ازاي تكتب ايميل اكاديمي كويس ومنسق ومحترم، ما فيهوش تهزيء. اللي انا كنت بهزق البروفيسورات بتوعي، ودي حاجه غبيه قوي. فانا عايزك تتعلم ازاي تكتب ايميلات. فده الانجليزي الاكاديمي. نرجع بقى للافلام. الافلام هتخليك تتعلم زي ما قلت لك، تسمع من نيتيف سبيكرز، من ناس بيتكلموا اللغه. مش بتسمعها من الاستاذ بتاعك اللي بيتكلمها بلهجه مصريه، تعالى بيقول لك this is ما مش شغال، فاهم؟ وبرضو هتلاقي حاجه تتكلم عليها. دي حاجه كويسه. شوف الصداقات بتتبنى ازاي. ده درس فرعي، خليني اخدك في درس فرعي. الصداقات بتتبني على الحاجات المشتركة. كل ما الحاجات المشتركة بينك وبين شخص زادت، كل ما صداقتك بيه بقت أقوى. فمثلا صاحبك، مثلا هقول لك إبراهيم أيمن ده واحد أنا اتولدت معاه. أنا وهو كنا عند نفس المربية. فأنا وهو عند نفس المربية، كنا ساكنين في نفس المكان، كبرنا بنتفرج على نفس الكراتين عشان كنا في نفس البيت. رحنا نفس المدارس، دخلنا كل الصفوف نفس بعض الا صف تامن تقريبا. فابراهيم انا بيني وبينه، واحنا الاتنين مصريين مولودين في الكويت، او ما كانش مولود في الكويت بس هو عاش في الكويت طول حياته. وانا وابراهيم حاجات مشتركه كتير. فده اللي بتبني صداقه قويه قوي. وانا وهو مثلا بنحب نفس الافلام، انا وهو بنتفرج على ون بيس والكلام ده. كل ده بيبني صداقه قويه قوي. انت هتيجي هنا ناس انت مش من نفس جنسيتهم، ما عشتش نفس الماضي بتاعهم،
خلفيتهم مختلفة تماما، كل حاجة فيهم مثلا الحاجات المشتركة اللي بينهم ممكن يكون التخصص والجامعة، فبس دي الحاجة الوحيدة المشتركة. فانت ممكن تضيف ايه؟ ممكن تضيف الافلام، تكونوا انتوا الاتنين بتتفرجوا على، لو مثلا بتتفرج على افلام كتير غير ان انت تتعلم لغات احسن، غير ان انت هتقدر تتكلم في حاجات كتير وهتقدر تعمل صحاب كتير. مثلا انا صاحبت ناس كتير عشان اتفرجت على مارفل، وعرفت ناس كتير عشان اتفرجت على مسلسل نفس السوتس. ف حاجة دايما تعرف تتكلم فيها. فانت لو عايز تبني صداقات بسرعة، لو شفت افلام، شفت مسلسلات، دي حاجة هتفيدك. تشوف حاجة تانية انا عايزك تكون، دي الحاجة الرابعة اللي عايزك تتعلمها دلوقتي، عايزك تكون اكتر صحة. انا مش هتكلم النقطة دي كتير، بس انا هفكرك بحاجة. انت هنا هتبقى لوحدك، انت ما تعرفش يعني ايه لوحدك، مفيش حد، مفيش حد خالص. فانت لو ما كنتش في احسن جسم ليك، لو مرضت هتروح في داهية حرفيا. لو مرضت مرض قاعد السرير، مفيش ست الحبايب، مفيش اخوك، مفيش اي حد يساعدك، هتبقى حاجة سيئة تماما يعني. احنا المدارس بتبدأ في فصل الخريف. فصل الخريف ده اللي هو الصيف، احنا ما عندناش فصل خريف، احنا عندنا صيف والشتاء بس. في امريكا في الخريف اللي هو الانتقال من الصيف للشتاء. الموسم ده بيبقى فيه كمية امراض مش طبيعية. لو انت ما كنتش صحي انت ممكن تمرض وتحصل لك مشكلة، ودي اسوأ حاجة في امريكا. المصاريف العلاج، مصاريف المستشفى، ده شفت الدور اتكلم على الموضوع ده مرة. مصاريف المستشفى هنا انت ممكن فعلا، انا عندي اصابة في الساعد دلوقتي ويعني رعب، عشان اقل اصابة بتجيلك ممكن تكلفك 8000 $9000. ف هتقعد هتتبهدل لو انت مرضت وما تقدرش تعمل حاجة. فحاول تكون دايما في احسن صحة ليك. زي ما انا قلت لك، انا عملت فيديو كامل لو انت رفيع بتتخن روح اتفرج عليه. الفيديو ده انا اضمن لك 100% ان هو يفيدك. لو انت تخين حاول تخس شوية، الموضوع سهل. الموضوع ان انت تاخد سعرات اقل من السعرات اللي بتحرقها، موضوع ما فيش اسهل من كده ان انت تخس. فبس يعني، واحكي لكم موقف ظريف عن الموضوع ده في فصل الشتاء. وطبعا انت جسمك عمره ما جاي المنطقة دي، فالامراض جسمك ما عندوش مناعة ضدها، فممكن يحصل لك مشاكل. بس دي حاجة مضحكة ان انا في اول 3 اسابيع جيت فيه زي ما قلت لك فصل الخريف وفي كمية امراض كتير، زملائي التلاتة في السكن مرضوا وانا الوحيد اللي ما مرضتش الحمد لله يعني. وكنت انا اللي بروح اجيب لهم اكل من الكافيتيريا، وده قوى علاقتي بيهم في البداية، مع ان هم كانوا بيكرهوني بعد الفيضان بس يعني. طيب اخر حاجة عايزك تتعلمها، عايزك تتعلم الترتيب وازاي تغسل هدومك. دي حاجتين تيجي مع بعض. عايزك دايما تحاول تخلي غرفتك تكون مترتبة، دي حاجة هتفيدك قوي. لان لو غرفتك مترتبة فدماغك مترتب. فدايما حاول تخلي غرفتك مترتبة. وبرضو اقف مرة مع ست الحبايب وهي بتعمل الغسيل وتعلم منها، تعلم منها ازاي بتصفي الهدوم، ازاي ايه الالوان اللي بتحطها مع بعض عشان الالوان ما تتبهتش وكده. وبعدين خد هدومك على جنب وقول لي ست الحبايب خليك انت مع الناس التانية، انا هعمل هدومي بنفسي. واغسلها مرة واثنين وثلاثة. اتعلم ازاي تغسل، اتعلم ازاي تطبق، اتعلم ازاي تشيل هدومك. الموضوع ده هيفيدك كتير. احنا عندنا هنا في الجامعة بيبقى في السكن مش كل واحد عنده غسالة، بيبقى في مكان تحت في الغرفة بتبقى مليانة غسالات ومليانة نشافات، وانت بتروح تغسل الهدوم بتدفع $1.25 بس مش مشكلة، ده لازم تعمله يعني. ف بتدفع $1.25 ده، لو بتعرف تنظم الغسيل ومش عارف ايه حياتك هتبقى اسهل بكتير. ودي حاجة انا ما كنتش بعرف اعملها واصحابي هنا علموني ومش عارف ايه وبتاع. فاتعلم ازاي تغسل هدومك، اتعلم ازاي تطبق، اتعلم ازاي دايما تكون مرتب. لما تطبخ حاجة تغسل المواعين بعدها، النظافة العامة بتاعت السكن بتاع دي، عشان ده بس هيخلي حياتك منظمة. انت هتبقى في مليون حاجة شغلات، فحاجة اقل شغلات ان الغرفة تكون مترتبة تبقى حاجة كويسة اوي. طيب احنا المفروض يا رجالة هنقابل حد هنا، المفروض يكون غرفة من الغرف دي. بالمناسبة الغرفة اللي هناك دي هي النسخة ستودنت اسوسيشن. Me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana. استنى افتح الباب.
How you doing, Sephora? Good and you. I'm good. You know what we're doing? We're gonna have a review about what's a thing that you want to learn if you knew that you're coming here. That's phrases so bad. By the way, it's Sephora's birthday soon, so say happy birthday, guys. Well, yeah. What do you think? If you know that you're gonna come here, what skills would you wish to know before you come here? Okay, first, I would say learn how to cook. Yeah, Because you're gonna need that I a said lot that. Yeah, on the breaks. yep. Yeah, especially. We're starving. Yeah. Also, the language is a pretty important one Yeah, that's to true. communicate. So what's the best steps to learn the language? English, I would say like I took like 5 years of English prep like classes, but it didn't help me a lot. It just helped me like with the base of English. So like I would say watch a lot of movies in English. With That's the what I'm subtitles. thinking. That's what I'm Yeah, thinking. and also like Makes you get used to listen to English like Yeah. from native speakers and stuff. Yeah. Because in school it's just a person that's not a native speaker that just keep yapping about English and he does not really know shit and exactly. it's dumb. Also, Yeah. like, if you want, like, you can change your phone to English. Also, social medias, it helps a lot. Yeah, that's Like, eh, it helps a lot. maybe. Yeah. Ooh. Also, By the yeah. way, you look like a evil scientist and like looked up in your room Thank you. doing things. I am. You have the outcasted. buy number written, 3141596. That's Yes. insane. Did you write this or was it No, from it was the person before me. Oh, I cool. don't even know. Studying biology, This is anatomy. This is biology. anatomy, biology. Neuroscience majors. Yay! And a lot of caffeine. Aren't you a pre-med? Yes, neuroscience and pre-med. Yeah. So to go to med school here, you need 4 years of prep. Yes. And then for another 4 years, oh my god, Yes. I want to live, you know. And then you have to do residency. You can act as a doctor without residency. That's so you- insane. You take like 13 to 15 years. to Oh become my a doctor. god, oh my Yes. god, I prefer to live. Imagine going to school for 15 years, then going to school for another 15 years just to work for another 15 years. It's worth it though. You save people's lives. You know, engineers are just on top, engineers are just better. Are they though? Yeah, they are. They are. Are they though? There is humans, and there is engineers. And there's doctors. No, Who's no, gonna no. save an intern in your life? Who? I don't get sick. I'm too manly to get sick. Arab people does not get sick. We're just cool like that. Okay. We either they exploded Don't or you have doctors in where you live? never used them. Never used it? I'm joking, but I yeah, doubt it. yeah. So English, cooking. What else? Give us one more. English cooking. Help me brainstorm. Let me think. I said be able to give yourself a haircut, but you're a girl. So Yeah, you- that doesn't work for girls. I would say be able to do laundry. Just be able to be independent. Do laundry. Oh yeah, like how to manage the washers Yeah. and the dry. The, Yeah, when we yeah. dry the- How to deal with like clothes to not make them lose color and like Yeah. and like just the idea of laundry to be able to schedule it and to follow a schedule Yeah. every week, one day. Yeah, I'll probably say laundry. Oh, okay, I have one. So, Okay, so I think it's pretty important to learn how to deal with your time, like time management. yeah, Because once you get to college, all comes like at once. that's and true. it's pretty difficult to deal with everything at once in your first semester. You have like to have a pretty good schedule, and like you're gonna get used to it. As the semesters go. I agree. Okay, thank you so much, Sephora. course. And say something. Say last words. Bye, guys. Bye. Done.
wanna say hi? Hey everybody. Yeah. He's a fan favorite in the channel. Yeah. And T, What's that? not a fan favorite. You're just normal, but you should say hi. Hola, ¿cómo está? Is that your native language? This is not my native language. What's your native language? Hunga bunga? Bro, if you put that on your video, that's racist. He's racist. He's racist. He's racist. It's okay. Don't edit this out. Don't edit this out when you make your video. Don't edit this out. Sure. That's racist. Sure. Okay. What's that? So, if I told you that you have to learn 5 things before you come here, after you left here, if you can go back in time and learn 5 things, what would it be? Skills, information, anything. That's actually hard to say. And that's a question on the spot. I made sure. I can do it. You think about it until we finish. No, I can do it now. Sure. I'm ready. One. Having a good reputation is important. Number 2. No. Good time That's how management can skills you is have a good reputation before you? Oh yeah, that's true. Okay, number 1. Make sure that you leave your dorm room and meet other people because it's so important to make friends. Dude, that's not fucking skills to learn. Bro, let me be good. Let me be act smart, okay? Okay, you are smart. Move your fucking leg. Let me say. Okay, number 2. Be nice. Let people talk to you and talk to other people. Number 2. Put 2 again. Alright, We're stuck. It's a loop. It's like Anyways, Number 4. Number 3. 3. Have good time management skills. Did I number say 4, know how to count. that? Yeah, make sure you know how to count. No, dude. Okay, make it serious now. Okay. You want to benefit people. And you think about it and yeah, my guy, say hi. And think about the question. Did you hear it? Doing Good. good. How are you doing? What you want? Oh, maybe would you want to be a part of our video? No. Wait. Hey. Dude, just answer the question. Okay. Number 1. Okay. Huh? Don't mind him, he's a tester. Okay, number 1. Yeah, be nice. Be social. No, skills that you need to learn, not things that you do if you're. That's another video. Okay, it's skills that you need to learn to do what? To come here. Oh, to come here. You're like, Okay. if you wanted to learn stuff, like in example, me, I would have loved to know how to give myself a haircut, to save myself $40. Oh, stuff like that. It will be good to know how to cook, so that when Yeah, you're cook. here, I because say the that. chance food can be kind of iffy. And 2, It's champs. No. yeah, chance is like, you know, how do I say that? Say it in Spanish. 'Cause Holy shit, dude. Anyways. number 2. Hey. ¡Hey! ¡Mara, cómo tú estás! ¡Epa! ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡Qué bueno verte! Estamos aquí haciendo un video. 5 things you need to know. What is it again? 5 things you need to learn if you will go back in time before you get here to the US. Before you get, So or like, like, skills you need to learn. So I Before said, you come to the U.S.? yeah. I feel like I don't it's know, I've always hard. lived here. Yeah, me too. Like, It's kinda hard. before you come to college. Okay. I said cooking. I said cooking. Yes, cooking. I Hey. still haven't learned that. Yeah, me too. I need to know. Maybe like laundry. That's a good one. Laundry, you Learn how to, Laundry is a basic necessity for them. yeah. Learn how to fold your clothes Yeah. and learn how to talk and make connections. It's Yes. important Yeah. too. And get used to not walking everywhere. Yeah. Or like, República Dominicana tú puedes caminar para por la parte, ¿verdad? Okay, I guess it's not our time. Anyway, let's come back to English. Okay. Bueno, que vaya. What was I supposed to say? Dale, un beso. وبس شكرا على المشاهدة وانا بجد ممتن ليكم. احنا وصلنا 1000 مشترك، طلع مش طبيعي وبسرعة قوي، فانا معجب بالموضوع ده وحاسس ان الرحلة دي هتبقى رهيبة معاكم. وانا متأسف على التأخير، ما بنزلش فيديوهات مستمرة. بس انتوا لو تعرفوا اللي بيحصل لي في الجامعة يا رجالة، انا بتلطش، كان عليا اختبارات ومش عارف ايه وبتاع، ورياضيات وفيزياء ولوغاريتمات ومش عارف ايه، ورياضيات بحتة ومش عارف ايه.
انا اقول لك انا مشرفكم، انا جبت 142 من 150 ومش عارف ايه، ومشرفكم وكل حاجه، بس يعني اصبروا عليا شويه. ولما اتمكن تماما، انا دلوقتي بتحسن، انتوا زي ما انتوا شايفين المونتاج بيتحسن. يعني في حد بيعرف يعمل النقله دي؟ يعني ما حدش بيعرف يعمل. المونتاج متحسن وكل حاجه. استنوني اتعود على حوار ان انا اعمل فيديوهات ده، وهتاخدوا احسن فيديوهات حرفيا. وبس، شكرا على المشاهده ومع السلامه. اطلعوا بره.